آسيو محمد يستعد الآن من أمام مشعل برشم، والشرطة من علامة الجزاء. هل ينجح فيها آسيو محمد؟ آسيو محمد تقدم، آسيو محمد بالضبط لعبها مثل ما لعبها أكرم عفيف، وسجلها مثل ما سجلها أكرم عفيف، وتقدم الشرطة مثل ما تقدم السد. هدف ثاني لصالح الشرطة العراقي، الشرطة يتقدم في المباراة بثاني أهدافه في المواجهة. الشرطة أصبح متقدما على السد، الشرطة يضع قدما على نصف النهائي عبر آسيو محمد، ومن علامة الجزاء يسجل ثاني أهداف فريقه بالمباراة. النتيجة 2-1. شوف اللقطة أمامك، آسيو محمد اللي تقدم وبغداد بنجاح تسبب بركلة الجزاء، ومن هنا آسيو لعب كرة صعبة على برشم، صعبة كانت على برشم، نفس الطريقة اللي لعبها أكرم عفيف